السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا النهاردة السبانخ. السبانخ جميلة جدا. ما اعتقدش ان حد يقول ان انا ما باكلش السبانخ، فانا عايزاكي تشوفيها بالطريقة بتاعتي وتجربيها، وان جربتيها ان شاء الله تعجبك جدا. طريقة سهلة جدا، نشوفها مع بعض. معايا حلة هنا على النار، على ما تسخن الحلة شوية نكون نجهز البصلاية بتاعتنا. بصلاية كبيرة متخرطة خرط صغيرة. نحط هنا الزيت، نروح نخرط البصلة على ما الزيت بتاعنا يسخن شوية ونرجع. كده تقريبا الزيت بتاعنا سخن شوية. نحط البصلة، بصلة كبيرة. هنشوح البصلة بتاعتنا لحد ما تدبل شوية، مش عايزينها تاخد لون، احنا عايزينها تدبل بس. نفضل نقلب فيها شوية كده حلوين. على ما البصلة تدبل نجهز معلقة توم حلوة كده، نقلب فيها شوية. نجهز معلقة توم معانا. نحط معلقة التوم بقى بالشكل ده، معلقة توم كبيرة، ونشوحه شوية مع البصلة. معلش عشان هي طالعة من الفريزر فجامدة شوية. هنشوحها بقى شوية حلوين كده مع البصل لحد التوم برضو ما ما يطلع له ريحة كده حلوة. التوم يطلع ريحته. هنشوحهم مع بعض كده كويس. هنقلبهم شوية كده حلوين. ايوه. هنجيب كيس طماطم بقى من عندنا من الفريزر، من اللي انا مفرزاه، هنحطه كده على البصل والثوم، وهنغطي عليه بقى لما يفك وتتسبك. هي تعتبر الطماطم متسبكة بس تفك بقى وتتشوح كده حلو مع البصل والثوم. ونشوفها مع بعض هنعمل ايه بعديها. الطماطم اتسبكت بالشكل ده كده. هنجيب برضو كيس السبانخ بتاعنا متفرزة، بس ان شاء الله هنجيب سبانخ ونفرزها مع بعض واوريكم. شوفوا لونها وجمالها، شوفوا الخضار بتاعها خضرة وجميلة ازاي. هنفرز السبانخ ان شاء الله مع بعض بالشكل ده.
هنحط لها شوية شوربة كده، شوربة لحمة، عشان على ما تغلي غلوتين فيها تستوي فيها شوية نكون حمرنا الشعرية بتاعتنا. السبانخ بتتعمل بالشعرية، في بيعملوها بالرز، في بيعملوها بالحمص، فأنا بصراحة بحبها أوي بالشعرية، فحبيت أوريها لكم بلسان العصفور. هنغطي على السبانخ، هنقلبها شوية ونغطي عليها، نسيبها على ما تغلي غلوتين كده نكون احنا حمرنا الشعرية بتاعتنا. أسهل طريقة للسبانخ. هنغطيها ونسيبها بقى ونروح نحمر الشعرية بتاعتنا. معنا طاسة على النار، هنحط فيها 3-4 معالق زيت، هما 3 معالق بس، وهحط فنجانين شعرية بالطريقة دي كده. بالشكل ده كده خلاص. هنقلب بقى الشعرية بتاعتنا لحد ما تبقى لونها ذهبي، تاخد لون حلو كده، يبقى ذهبي كده وجميل. هنقلب في الشعرية، نفضل نقلب فيها كده لما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي احنا عايزينه. اللون بقى ذهبي وجميل كده. انا مش عايزاه غامقة عن كده، انا عايزاها لونها ذهبي فاتح كده حلو. هنحطها بقى على السبانخ بتاعتنا بالشكل كده. ايوه، هنقلبها بقى شوية ونحط لها شوربة، نحط لها شوية شوربة حلوين كده عشان تستوي كويس. نحط لها معلقة، يعني معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود، بس انا كمان عشان خلطت الفلفل على الملح فحطيت معلقتين صغيرين ملح على فلفل بس، محتاجلهاش اي بهارات تانية، هو ملح وفلفل اسود بس. هي محتاجة شوية شوربة عشان الشعرية تستوي فيها، هنحط لها شوية شوربة كمان ونغطي عليها ونسيبها لما تستوي. شوربة اللحمة بتاعتنا الجميلة كده، نحط شوية عشان تستوي فيه. هنقلبها كويس، ايوه، ونغطي عليها ونسيبها لما تستوي. وكده السبانخ بتاعتنا جاهزة. نجيب حلة صغنونة كده نعمل فيها شوية رز أبيض،
نحط بقى معلقة سمنة بلدي، أيوة، ومعلقتين زيت عشان الرز اما بيتعمل بالزيت بيلمع وبيدي لمعة جميلة قوي. يعني بحط الزيت عشان اللمعة بس، ومعلقة سمنة بلدي. ايوه، نسيحها على النار كده يسخنوا شوية، ونحط فصين مستكة و3 فصوص حبهان. فصين مستكة كده، و3 فصوص حبهان. أهو. ونشوحهم بقى شوية، نشوح الحبهان في السمنة لحد المستكة ما تدوب، ونقوم حاطين الرز بتاعنا. كنت طبعا غسلينه كويس جدا ومصفينه، ونحط الرز نشوحه في السمنة. هنشوحه شوية ونحط عليه المية بتاعته، العقد بتاعه. نحطه الأول معلقة ملح، أيوة، ونشوحه شوية ونحط العقد بتاعه. نحط العقد بتاعه بقى ونغطي عليه لما يستوي. يبقى نقلبه كويس ونغطي عليه ونسيبه لما يستوي. بس كده. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي ان شاء الله النهاردة جميلة جدا ومغذية جدا. ولو اول مرة تشوفوني، يعني قناتي اسمها بسم الله معانا وبسم الله معانا. وادي السبانخ بتاعتنا اهي، والرز اهو، واللحمة اهي. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.